تعالوا النهاردة إن شاء الله نبتدي بروجكت جديد مع الفيجوال بيزك دوت نت، وعايزة أعمل بروجكت بحيث إن أنا أجي أدخل الداتا بتاعتي بطريقة سهلة. يعني أجي هنا مثلا أدخل الاسم ونقول أحمد، نيجي نكتب تاريخ الميلاد 20/1 مثلا 2020، عدد أفراد الأسرة 5 مثلا، ونقول التسجيل يروح يطلع لي الكلام اللي أنا كتبته بالطريقة دي في البوكس اللي أنا عاملاه ده. البوكس ده عبارة عن ليبل. تعالوا نعرف التفاصيل سوا، تابعوني إن شاء الله. هنيجي هنا أول حاجة هنعملها إن احنا نفتح صفحة جديدة أو بروجكت جديد من نيو بروجكت، وهختار طبعا ويندوز فورم ابلكيشن اللي هو فيجوال بيزك. خلي بالك ما تغلطش وتختار اللي هو السي بلس أو السي شارب. نعمل نيكست. هديله اسم، انا هحطه هنا على الديسكتوب، هيبقى اسمه مثلا الاسم اللي انت عايزه. نيكست، وبتعمل كرييت، وهنبتدي نشتغل. طبعا كده الفورم بتاعك اتفتح بالشكل ده. اول خطوة هنعملها ان احنا نبتدي ننفذ الحاجات اللي احنا محتاجينها او اللي احنا عايزين نضيفها. طب احنا عايزين نضيف ايه هنا؟ عايزين هنا نضيف الاسم وتاريخ الميلاد وعدد افراد الاسرة. هنروح على الفورم بتاعنا وهنيجي، طبعا كلمة الاسم دي ده ليبل، واحنا اتعلمنا قبل كده في فيديوهات قبل كده ازاي بضيف الحاجات دي وبتحكم فيها. فهنا الليبل اللي عندي هسميه هنا الاسم، هعيد التسمية، تمام. وهنضيف ليبل كمان لتاريخ الميلاد، ليبل كمان نقول العنوان مثلا، ليبل للنوع، وليبل لعدد افراد الاسرة. احنا عملنا زودنا حاجات من عندنا. وبعد كده هنضيف كمان هنا بوتون للتسجيل، وعايزين هنا نضيف ليبل اللي هيطلع فيه او يظهر فيه النتيجة. نكمل شغلنا وبعد كده نتكلم على الليبل ده انا هتصرف فيه ازاي. طيب انا هاجي هنا اظبط بس الحاجات بتاعتي اماكنها بالشكل ده، وبستخدم الجايد لاين زي ما هو واضح عندي. وهنيجي نضيف التكست بوكس. اول حاجة اول تكست بوكس اللي هو بتاع الاسم، هنطوله شوية علشان لو الاسم طويل. تمام. طبعا العنوان عايزين له مساحة اكبر شوية، هنسيب له مسافة كويسة. تمام. ونيجي هنا، طبعا تاريخ الميلاد هيطلع في تكست بوكس برضو، العنوان برضو تكست بوكس، وهنعرف هنعملها في ايه او ازاي. النوع، طبعا النوع هيبقى راديو بوتون. راديو بوتون هنا طبعا هنعمل دي ذكر، وعلشان تخلي البوتون جاي من اليمين هنخلي هنا اللي فوق اللي هو الاختيار اللي على طول فوقيه هنعملها يس، علشان الرايت تو ليفت يبقى البوتون من اليمين. نيجي برضو عند الأنثى بنفس الطريقة، يبقى عليها أنثى، هنا أعمل لها يس عشان تبقى برضو نفس الطريقة. يس اللي هي من اليمين للشمال. عدد أفراد الأسرة هيبقى برضو تكست بوكس. طيب العنوان، احنا العنوان طبعا مش هينفع ان هو يبقى على سطر واحد، فهنعملها ازاي على اكتر من سطر؟ دي كنا شرحناها قبل كده. بنيجي عندها في العنوان هنا وبنختار اللي هي مالتي لاين بدل ما هي فولس، مالتي لاين بدل ما هي فولس اخليها ترو. هتلاقيها فتحت معاك ان انت تقدر تكبر بالشكل ده. مهم جدا انا بدل ما اجي عند الاسم واحددها مثلا واخلي ان الكلر بتاعها بلون معين او حجم التكست اغيره واخليه الفونت بتاعها اكبر بالشكل ده، مثلا ان انا اخليها 11 مثلا علشان تكبر شوية معايا. فانا ممكن ان انا احدد الفورم كله مرة واحدة واختار الفونت بتاعه بالشكل ده، وهقول ان انا عايزة كل الفونت اللي على الفورم يبقى 14 مثلا. خلينا نصغرها شوية علشان ما يبقاش كبير بالشكل ده، 12، احنا نعملها 11. اوكي اوكي تمام. فكده هو الفونت كبر لكل المكونات اللي موجودة عندي على الفورم. كل الحاجات اللي انا حطيتها من التولز دي هتكبر بنفس الحجم، مش هعدي عليهم واحدة واحدة. تمام. طيب احنا ممكن طبعا نصغر كده شوية علشان تبقى ايه، كل الحاجات ظاهرة عندنا مرة واحدة. تمام.
نيجي بقى للنقطة بتاعة الليبل علشان أكبر دي وأخليها تتحرك معايا. طبعا زي فكرة العنوان هنا، هنيجي عند الليبل هنا، بس مش هتبقى طبعا مالتي لاين، اسمها إن أنا بخليها الأوتو سايز، أخليها فولس. ماشي، بحيث إن أقدر إن أنا أكبرها. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية كده، الحاجة التانية اللي هعملها ان انا هعمل لها باك جراوند كولر علشان تبقى واضحة معايا. فمثلا هعملها باللون ده، بالاضافة ان انت ما تنساش تحوش التكست اللي مكتوب عليها. تمام، علشان تبقى جاهزة ان احنا نشتغل. طبعا علشان نفتح الكود او الويندوز بتاعت الكود، بدوس على البوتون بتاع التسجيل علشان ابتدي اكتب الكود بتاعي. طبعا هنا انا بشتغل في البرايفت سب اللي هو بتاع البوتون رقم 1 بتاعي اللي انا بشتغل عليه. وهنبتدي هنا نعلن عن الثوابت والمتغيرات اللي موجودة عندنا. طبعا ايه هي الثوابت اللي عندي والمتغيرات؟ مفيش عندي ثوابت، كل متغيرات. عندي هنا الاسم وتاريخ الميلاد، العنوان والنوع وعدد أفراد الأسرة. يلا، أول حاجة هنقول مثلا الاسم نسميها ST name مثلا. أنا هسميها ST name. هنيجي هنا وهقول إن أنا هعلن عن متغير اسمه، يبقى dim اسمه ST underscore name. احنا كل الحاجات دي عرفناها، الشروط ازاي بعملها. وهقول ان هي as، طبعا بما ان هي تكست يبقى هتبقى string. تمام، اللي بعدها تاريخ الميلاد، هنعملها ان هي دم، وهسميه مثلا BR birthday. ماشي، ممكن ST عادي BR. تمام، وAs، وهتبقى نوعها ديت عشان تبقى تاريخ. تمام، بعد التاريخ عندي العنوان دم add as، وهتبقى string. تمام، بعد العنوان عندي النوع دم gender مثلا. تمام، as، والنوع هتبقى بولن اللي هي البيانات المتنوعة. تمام، وبعد كده عندي آخر حاجة اللي هي عدد أفراد الأسرة ونخلي بالنا قوي، لأن عدد أفراد الأسرة عدد صحيح، فما ينفعش إن أنا أقول عليه مثلا في عدد أفراد الأسرة ديسيمال، ما ينفعش إن أنا أقول عليها ديسيمال. تمام، فهتبقى رقم صحيح يعني انتجر. دم فاميلي مثلا. تمام، as انتجر، عدد صحيح. لازم نحدد بالظبط الحاجات عندنا مظبوطة. طيب أنا هنا ممكن أجي وأقول حاجة معلومة، إن إحنا لو علشان حد يجي بعدنا يفتح البرنامج يبقى فاهم إحنا بنعمل إيه. وهاجي هنا هقول ريم، ريم REM. تمام، وهقول قدامها الإعلان عن الثوابت. طبعا هنا لما أعلنت عن الثوابت، عملت الإعلان عن الثوابت كلها مكتوبة باللون الأخضر، يبقى دي مش حاجة موجودة عندي هتدخل في الكود. هنيجي بعد كده نبتدي بعد ما أعلنا عن الثوابت نيجي نعمل نخصص بقى. طب دي هجيبها منين ودي هجيبها منين؟ فهنيجي هنقول ترم، أحدد له هنا علشان أقول له إن أنا هبتدي أقول جمل التخصيص. جمل التخصيص أول حاجة ده تكست بوكس 1 أهي. تكست بوكس 1 هيبقى فيها الاسم. يبقى هنا بقى في جمل التخصيص احنا اتعلمنا ازاي بنعملها. فاول حاجه هقول له الستودنت نيم هجيبها منين؟ هتبقى موجوده في التكست بوكس 1، او بمعنى اصح التكست بوكس 1، التكست اللي موجود في التكست بوكس 1. اللي بعدها البيرث داي هنجيبها منين؟ الBR دي هتساوي اللي موجود في التكست بوكس 2. طبعا انا عاملينهم بالترتيب فما فيش خطأ ان شاء الله. لو مش عاملهم بالترتيب هتحتاجي ان انت كل مرة تروح تتأكد. اهو، تعالى نتأكد. ادي التكست دي تكست بوكس 2. هنسيب النوع دلوقتي علشان هي مختلفة شوية ونكمل اللي بعدها. هنقول الفاميلي
بتساوي التكست بوكس. في حاجة احنا نسيناها، الادرس. هنيجي بعدها الادرس ADD. تمام. بتساوي التكست اللي موجود في تكست بوكس 3 دوت تكست. تمام. هنسيب دلوقتي النوع علشان هي مختلفة شوية، ونقول اللي بعدها اللي هي الفاميلي بتساوي التكست اللي موجود في التكست بوكس 4 اللي هو آخر تكست بوكس التكست بتاعها. تمام. طيب النوع دي بقى بنقولها بإف ستيتمنت. إف الراديو بوتون واحد، هقول له إذا كان الراديو بوتون واحد تشيكد، هنعمل إيه؟ equal true. then هنقول الجندر equal true. تمام. حتى هو بيديك اقتراحات. else لو مش true يبقى gender equal false. طب كده احنا خلصنا، حددنا كل جمل التخصيص. طب انا عايزه دلوقتي الكلام ده يظهر لي في اللي هو الليبل ده. الليبل ده رقمه 6. فانا دي هنعملها ازاي؟ اول حاجه هنا لازم احط مي على اساس ان انا اقول التكست بوكس ده جاي منين. جاي من الفورم ده. فمي دي بتقول لي ان التكست بوكس الفورم ده خد لي منه التكست بوكس 1. ودي نفس الشيء مي دوت، ودي نفس الشيء مي دوت. اي تكست بوكس هنحطه قدامه كلمة مي دوت. هنيجي بقى هنا علشان اقول له الكلام ده تجيبه منين. مي دوت ليبل 6. التكست بقى بتاعه ايه؟ هيساوي. احنا هنجرب اول واحدة. هيساوي اللي هي الستودنت نيم. هيساوي الستودنت نيم. وتعالوا نجرب كده هيشتغل معانا ولا لا. هنيجي هنا نكتب فارس 20/2/2020. العنوان هكتب أليكس مثلا. النوع ذكر. عدد الأفراد الأسرة 5. تعالوا نكتب تسجيل كده ما طلعليش غير كلمة فارس. تمام. احنا لغاية دلوقتي شغال معانا. طب نكمل بقى. طيب أنا علشان يطلع لي بقية الحاجة هقول له and عايزة الستودنت نيم وكمان البي ار وكمان الادرس وكمان عشان وكمان دي اللي هي الاند. ماشي. الادرس بعدين الجندر وكمان هنحط اخر حاجة اللي هي الفاميلي نمبر. تمام. تعالوا نجرب هنشوف هتشتغل معانا ولا لا. الاسم فارس 20/1/2 مثلا 2020. يعني عنوان أليكس. أي عنوان طلع لي إيه؟ كله لازق في بعضه. طب أنا عايزة الحاجات تطلع لي كل واحدة في سطر. هنعملها إزاي؟ دي حاجة مهمة جدا. هنحفظ حاجة اللي هي أو هنعرف حاجة إن and هنضيف كلمة V B C R L F. دي هتديني دي في سطر لوحدها. فأنا كل حاجة عايزاها تتحط في سطر لوحدها هعمل لها إيه؟ دي كوبي وهحط ما بينهم كده. فمكان الأند دي نعمل كده في بي سي يعني سطر لوحده. كل ده سطر لوحده. طيب تعالوا نعمل تيست. فارس 20/2/2020. أليكس ذكر 5. تسجيل. طلع لي كل حاجة فيها في سطر لوحده. تعالوا بقى نظبط الشغل بتاعنا. بدل ما هي كانت الشاشة بالمنظر ده بيطلع لي الكلام حجمه صغير، أنا ممكن أخليه بلون معين أو أكبره. فأنا ممكن أقول الفونت كولر بتاعي ممكن يكون باللون الموف مثلا. ممكن أخليه حجم أكبر شوية
12 مثلا واقول اوكي. تمام. وممكن ان انا اخلي بدل سطر واحد اخلي سطرين، انا حرة. ماشي، عايزة اخلي سطرين مفيش مشكلة، انت هتعملها بطريقة سهلة. طب لو لقيت ان لما جيت اعمل مثلا ان هي يبقى بينهم سطرين، يعني كده مثلا كوبي، والسطر طول معايا ومش عايزاه يكمل بالشكل ده، هعمل ايه؟ هنيجي بعد كلمة الاند دي ونقوم ايه عاملة اندرسكور واكمل على السطر اللي بعده عادي جدا. تمام. وتقدر تكمل كتابة عادي مفيش اي مشكلة. فكل في بي سي ار ال اف دي هتديني سطرين، تديني السطر لوحده. تعالوا نشوف كده هيطلع لي ايه. لازم طبعا في هنا بينهم اند. تمام. وتعالوا نعمل رن. نيجي هنا عند الاسم. في هنا حاجة مهمة جدا، ان الكورسر بتاعنا جاي من على الشمال، انا ممكن اخليه يجي من على اليمين. هنعملها دلوقتي بس نجرب الاول. ماشي. فارس. طبعا لو انت بتدخل بالعربي يعني 20 مثلا 2، قلنا 2020. العنوان أليكس. ذكر. عدد أفراد الأسرة 5. نقول التسجيل. بالشكل ده لقيت السطور زي ما انت عايز. طبعا لو خليت هنا أليكس مثلا سان مثلا سان ستيفانو ستريت مثلا 3. ماشي. بص تعالوا نعمل التسجيل كده عادي جدا، مالتي لاين اهو. مظبوط. هنيجي بقى نصلح اللي هي الجزء بتاع ان انا اخلي التكست. هنيجي نخلي التكست يظهر لي من اليمين للشمال، هنعملها من هنا right to left بالشكل ده. يس. فلو جينا عملنا تيست كده هنلاقي ان الكورسر بتاع الماوس هيجي لك من اليمين. طبعا لو عايز او متأكد ان كل الداتا بتاعتك هتدخلها بالعربي يبقى نعملها من اليمين على الشمال. ان شاء الله المرة الجاية هنقول اكيد معلومات مهمة ومفيدة. لو عجبك الفيديو اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وانتظرونا ان شاء الله في كل مفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.